مساكم الله بالخير. فرض رسوم على المرافقين أو التابعين قرار نزل كالصاعقة على المقيمين في المملكة العربية السعودية. أولا القرار هو دفع 100 ريال شهريا عن كل مرافق أو تابع، يعني 1200 ريال سنويا سواء كان رضيع أو كبير. ولازم أوضح بعض اللغط اللي حصل في وسائل الإعلام، يقولوا اللي تحت 18 سنة ما عليه ولا ريال. بالعكس، في ناس خرجوا خروج وعودة ودفعوا، خرجوا خروج وعودة ودفعوا لأطفالهم عمرهم 3 سنوات و4 سنوات، أي أنهم مش مستثنين من القرار اللي نزل. عبد رب منصور هادي الرئيس اليمني اللي نايم في قصور الرياض ويأكل ما لذ وطاب من الأكل، ما هو حاس بمعاناة المقيمين اليمنيين سفراء الدول العربية اللي جالسين في أفضل الفلل في الرياض، ما راح يحسوا بمعاناة المقيمين أو رعاياهم في المملكة. هؤلاء الببغاءات من السفراء ما راح يحسوا بعامل راتبه 2000 ريال وعنده درزن عيال وتثاقلت عليه الحياة. إذا ما تحدث هؤلاء السفراء اللي مثل الديكور حتى قدموا معروف للملك يطالبوه بالرأفة بالمقيمين، فإن الرعايا لهم لسان. يا جماعة الخير، عمي عنده 8 بنات وزوجته وباقي 5 شهور في إقامته، يعني راح يدفع 17,000 ريال بنهاية عام 2017، وراح يتدبل السعر عام 2019 إلى 21,000، وعام 2020 إلى 32، وعام 21 إلى 43,000. يعني عمي راح يدفع 42,000 و14,000 الإجارة والتأمينات ومكتب العمل، يعني 61,000 ريال سنويا. وبرضو إيجار بيته ب20,000 ريال، يعني 20,000 و61 81,000 ريال، وراتبه 3,000 ريال فقط. أسألكم بالله، كيف واحد راح يدفع سنويا 81,000 ريال وراتبه 3,000 ريال فقط وعنده 8 بنات، كيف راح يأكلهم؟ وهذا مثال بسيط جدا عمي، فما بالك بالسوري، ما بالك بالعراقي، ما بالك باليمني، ما بالك بالرعايا كلهم في المملكة. بعض المحللين الاقتصاديين يقولوا راح تدخل الدولة 8 مليار ريال سنويا من هالقرار، أما في حال ترحيل الأجانب راح نخسر 15 مليار ريال. أنا ماني عارف كيف نزل يا جماعة الخير هالقرار، إذا كان راح يجيب للاقتصاد خسائر فليش؟ ما هو الهدف من هذا القرار؟ هي رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أبو المقيم قبل المواطن أن يرأف بحال المقيمين في المملكة وأن يكرمنا. وهي رسالة أيضا لولي العهد محمد بن سلمان الذي وصل بجوده وعطائه من حدود سبأ إلى حدائق بابل في العراق. الأمير محمد بن سلمان رجل مثقف جدا واقتصادي من الدرجة الأولى، لا أعتقد أن هذا القرار يتماشى مع عقليته ونظرته الثاقبة. ليس هنالك مقيم ينكر فضل وخير هذه البلاد عليه وعلى أطفاله وعلى نشأتهم وتربيتهم. نحن كمقيمين في المملكة العربية السعودية منذ عشرات السنين، وشهايد ميلادنا تحمل مستشفيات هذه البلاد ونحفظ نشيدها غيبة. الغالبية العظمى من المقيمين في هذه البلاد يحفظون نشيد المملكة العربية السعودية ولا يحفظون نشيد بلدانهم. هي رسالة للشعب السعودي الذي يقدس الأخوة ويعرف معنى الجيرة ويحس ويشعر بمعاناة غيره. أتمنى أن لا يفهم كلامي على أنه اعتراض على القوانين سمعا وطاعة لها، ولكن هما أبوح به إلى والدي الملك سلمان. ختاما، للعقول الراقية التي تفهم معنى التعايش في بلد يملأه المحبة والسلام، المملكة جزء لا يتجزأ من دمائنا.